اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم دكتور انجي مجدي، اخصائيه العلاج الطبيعي، دبلومه التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه لدراسات السمنتيشن. ركزوا في الكومنت ده: ممنوع البقوليات والالبان وجبن القريش والعيش والخضروات، مسموح بس جبنه مطبوخه، جبنه رومي، كوسه، مربى، حلاوه طحينيه والحلو حلاوه طحينيه سوري. وعايزه افهم ازاي دول مسموحين يعني. طيب انا فاهمه انت بتتكلمي عن ايه. انتي بتتكلمي على نظام الطيبات، وده نظام منزل بيه دكتور زميل بدون ذكر اسماء، بيتكلم على بعض المسموحات الغريبة والممنوعات اغرب، مانع كل انواع البقوليات والخضار والالبان والجبنة والبيض، وسامح بالجبن المطبوخة، وسامح بالمربى والحلاوة الطحينية والبسبوسة والسكر، سامح بكل حاجة موجودة في السوبر ماركت والشيبسيهات والبيبسي، سامح بكل حاجة، ومانع كل حاجات طبيعية زي الألبان والجبنة والبيض وما شابه. طيب أنا مش هتكلم على إن النظام ده صح ولا غلط، احنا هنتكلم على أقرب حاجة لللايف ستايل بتاعنا. يعني ايه؟ يعني احنا دايما بنقول اقرب دايت او افضل دايت تمشي عليه الدايت اللي مقارب على حياتك اليوميه، على طبيعه بيتك، على طبيعه اسرتك، على معيشتك، اللي مناسب لبيئتنا، اللي انا اقدر اوفره في بيتي من غير ما اعمل لود على اسرتي، ومن غير ما اعمل لود على نفسي ان انا اتكفل بمصاريف زياده او اكلف معدتي وارهق جسديا بالدايت. فاقرب دايت او افضل دايت تمشي عليه اللي مقارب لللايف ستايل بتاعك. ايه المقارب في اللايف ستايل بتاعي؟ ان انا اخد كل ما هو سكر، والدكتور ده بيروج ان النظام بتاعه بيعالج التهابات وبيظبط سكر نوع تاني وبيقلل امراض الدم وبيظبط مش عارف الضغط وبيعمل قلل دهون الجسم وبيظبط مقاومه الانسولين وبيعمل وبيعمل ويعمل. احنا عايشين في زمن الترندات. ترند زي ما طلع في فتره من الفترات في سنه من السنين الكيتو، وكل الناس جربته، والكيتو نظام مظبوط بس ليه محاذير وليه ممنوعات، فكان ترند في فتره من الفترات والترند ده بدا يقل. نفس الفكره في التغذيه، كل شويه بيطلع ترند، زي ما طلع ترند موجه الزبادي بالليمون في سنه من السنين وبدات تقل. نفس القصه نظام الطيبات في الفتره دي ترند واخد ماركتنج كبير جدا. هل كل ما هو ترند صح؟ لا. هل كل ما هو معروض علينا نقدر نطبقه؟ لا. وطلعت استاذتنا الجليله دكتوره نيلي شمس واكدت الكلام ده، ان ما ينفعش اطبق على الناس حاجه عامه تضر صحتهم. ارفع CBR، ارفع سكر الدم، ارفع الكوليسترول، ارفع الضغط، وانا قاعد على المكتب وبقول له اعمل وسوي. لازم الحاله تجيلي اشوف المناسب ليه واللي مش مناسب ليه، خاصه ان الدكتور في العموم هو مانع اي حاجه فيها جلوتين، اللي هي البقوليات والرز والعيش والمكرونه وما شابه. مانع الجلوتين عشان يقلل ويروج لفكره ان الدايت ده بيعالج القولون وبيعالج الانتفاخات وبيظبط الجهاز الهضمي. مانع السكر اللي موجود في اللاكتوز، فده كارثه ان انا امشي كل الناس على دايت عامه واقول لهم هتتحسنوا وهتتحسنوا وهتتحسنوا. وزي ما قلت لكم الدايت اللي تمشي عليه الدايت اللي تنفع تعمله لايف ستايل، ويبقى هو لايف ستايل حياتك وتكمل فيه وتظبط فيه جسمك. فتمشوش ورا الترند، وراجعوا دكتوركم اللي شايفكم بعينيكم ومتابع حالتكم وفاهم في التحاليل بتاعتكم وقايس الضغط وقايس السكر، لان مش كل الناس زي بعضها. والمهنه الطب مهنه لازم تبقى فيها كونتاكت، ما ينفعش من ورا شاشه.